فيلمنا النهاردة من البرازيل وخصوصا مدينة ريو دي جانيرو، مدينة السحر والجمال ومسابقات القوة والتميز، ولكنها بعد 45 سنة من دلوقتي اتغيرت بفعل البشر وما بقتش المدينة الساحرة واتدمرت بالكامل. حتى المسابقات ما بقتش مسابقات نزيهة واجتماعية، بنشوف السباقات اتحولت لسباق للموت، والمتسابقين مش بشر بل بشر على هيئة حيوانية، كل واحد بيسمي نفسه على حسب القناع اللي لابسه. وفي السباق ده بيبقى مشترك الديك والطور والمعزة وغيرهم كتير. بيبدأ سباق الموسم وبنشوف الديك هو المتقدم وشكله كده هيفوز في السباق بما انه فاز في السباقين اللي كانوا قبل كده. طبعا كل متسابق من دول بيبقى معاه فريق كامل بره بيوجهه وبيعرفه طريقه. طبعا الاهتمام الاول هو الفوز، لان السباق ما فيهوش قواعد ولا قوانين، الضرب كله تحت الحزام والكل بيتسابق في معركة بقاء، والبقاء دايما عارفين لمين؟ للأقوى. الطور بياخد معلوماته من فريقه وبيزق الماعز من فوق السور وبيوقعه، وبكده بيفضل الطور والديك في المركز الأول. بس يا ترى مين فيهم اللي هيكمل الصدارة؟ بنشوفهم بينطوا من فوق الحواجز وبيعبروا البحر الجاف علشان يوصلوا لآخر مرحلة في السباق ويوصلوا للمحيط. الفايز طبعا هياخد مكافآت وهدايا كتيرة. هنا بقى بيظهر فريق المقاومة اللي بيحظروا اللعبة دي وبيقضوا على أي حيوان بيلعبها لأنها لعبة خطيرة منافية للآداب الرياضية العامة. بنرجع للسباق وبتبقى المنافسة شرسة ما بين الديك والطور. بنشوف الطور بيقدر يكعبل الديك ويقضي عليه ويخرجه من السباق، والطور هو اللي بيحتل الصدارة وبياخد المركز الأول، أما الديك فبيبقى مصيره ديل السباق. هنا بقى فريقه بيعرفه ان الحل الوحيد للفوز هو انه يخترق المحيط ويعدي من نصه بدل ما يلف من جنب السور. وطبعا منطقة المحيط دي منطقة خطيرة وفيها المجموعة المقاومة اللي بترفض اللعبة دي، وطالما الديك دخل لمنطقة المحيط المحظورة اكيد المقاومة هيخلصوا عليه. فعلا اجهزة الانذار بتضرب، وده معناه ان في واحد من حيوانات السباق دخل للمحيط، وبنشوف المقاومة كلهم بيخرجوا وبيطاردوا الديك علشان يخلصوا عليه وبيفضلوا يطاردوه، وفريقه بيوجهوه للأماكن اللي ما فيهاش حد من المقاومة علشان يقدروا يخرجوه خارج المحيط. أخيرا واحد من المقاومة واللي بيبقى اسمه الصياد بينقض على الديك وبيقضي عليه وبيفقد السباق الديك. بكده يبقى فاضل الطور والحصان والنمرة والماعز، وبينتهي سباق الحيوانات بفوز الطور. بنرجع تاني للديك، بنشوفهم لسه بيضربوا فيه وبيشيلوا القناع وبيكشفوا وشه، والديك بيطلب منهم يرحموه ويسيبوه علشان خاطر عياله، لكن الصياد بيبقى متضايق منه لأنه نسي عياله ودخل في سباق خطير زي ده. بس الديك عنده حق، كان لازم يتدخل في السباق ده علشان يأكل عياله ويقدر يصرف عليهم. وبكده مش بس الديك اللي خسر، ده اللي مراهنين عليه كمان خسروا فلوسهم واتدمرت حياة ناس كتير. في ناس تانية خسروا فلوسهم وحياتهم كمان. علشان كده فريق المقاومة هينهوا على أي حد بيلعب اللعبة دي لحد ما يقدروا يمنعوها نهائيا من ريو دي جانيرو. أما الطور فبيبقى طاير من سعادته وهو فايز بالمركز الأول، ودي أهم حاجة عنده. لما بتيجي الشرطة منظم المسابقة بيرشيهم وبيخليهم يمشوا، وكان لازم بعد كل ده يحتفلوا بالفوز ده. بيودعوا الديك لأنه الوحيد اللي خرج من السباق. أما دي بقى فبتبقى ديفينا القمر اللي بتقدم السباق، وفريق المقاومة لسه مكدف الديك وعايزين يودوه المستشفى لأنه بينزف، لكن واحد من فريق المقاومة بيبقى شايف إن الديك ثروة ولازم يستغلوها ويبيعوه لفريق الحيوانات ويقبضوا الثمن. الصياد بيرفض حاجة زي دي، ما هو معقولة يعني يبقوا بيحاربوا الناس دي وعاوزين يقضوا عليهم ويجوا يربحوا من وراهم؟ بيودوا الديك للمستشفى علشان يعالجوه. أما الصياد اللي بيبقى اسمه مالو فبيروح يقابل دالفا أخته، ودي واحدة من اللي بيراهنوا على لعبة سباق الحيوانات، وبياخدها معاه على المحيط وبيفرجها على مدينة ريو دي جانيرو قبل ما تيجي الكارثة وتدمر البلد. فجأة بيدخل عليهم أبو، وده رئيس لعبة سباق الحيوانات، وبيبقى معاه رجالته. بيعرف مانو إنه كان السبب في القضاء على عدد كبير من حيوانات السباق وآخرهم الديك، وعلشان كده هو متضايق منه لكنه مش هيأذيه. بيطلب منه ينضم ليهم وهيديله ضعف الأجر اللي بيديه لأي حد في الفريق، وهو ينتشل أخته وأهله من الفقر. لكن مانو بيرفض ومش عاوز إنه ينضم اللعبة زي دي، هو أصلا بيحاربها. وبيرجع مانو ومعاه أخته للبيت، وبنشوف والده الراحل القعيد بيعرفه إن صاحب البيت عاوز الإيجار وإلا هيطردهم. طبعا والد مانو مش هيقدر يروح ويعيش معاه في المحيط لأنه كان حيوان من حيوانات اللعبة واتصاب وهو بيجري، وعلشان كده ما ينفعش إن هو يروح يعيش وسط ناس بيحاربوا اللعبة وخايف من نظراتهم ليه. دالفا بيبقى رأيها من رأي أبو، عاوزة أخوها ينضم للعبة لأنها متأكدة إنه هيفوز، وكفاية إنه هياخد ضعف اللعيبة وهيقدر ينتشلهم من الفقر ده.
بعدها بنروح لحفلة بيبقى أبو هو اللي عاملها احتفالا بالفوز وبرضه علشان يبيع لعيبة، ودالفا بترجع لجوزها وبتشوف علامة نسر على كتفه وبتعرف إنه اتباع للعبة وبقى لعيب رسمي وهيلعب في سباق الحيوانات علشان يحسن من حالتهم الاجتماعية شوية. بيعرفها إنه لو فاز في اللعبة دي حياتهم وقتها هتتغير على الآخر. تاني يوم بيروح للاختبارات وبيفوز النسر في السباق وبيتقبل في اللعبة. أبو بيبقى عاوز حد يضمنه يبقى شريك ليه حسب قواعد اللعبة، والنسر بيجيب واحد صاحبه، لكن أبو بيرفض وبيطلب منه يخلي دالفا هي الضامن ليه وهو يقبله. فعلا بتقبل دالفا علشان تقف جنبه، وهنا بقى معنو بيعرف إن أخته انضمت للعبة. في الوقت ده دالفا بتبقى خلاص دخلت العيادة بتاعت اللعبة وزرعوا لها الكبسولة اللي بتحدد الموقع بتاعها فين بالظبط، وبتعرف إنها لو حاولت تخلع الكبسولة دي ممكن تموت. هنا بيوصل معنو وبيضرب جوز أخته لأنه بيعرض حياتها للخطر. بيبقى عاوزه يرجع في كلامه ويخرج من اللعبة دي، لكنه للأسف وصل متأخر وخلاص كانوا ركبوا كبسولة المراقبة لأخته. بيجري معنو وبيروح لأبو وبيترجاه يخرج أخته من الموضوع ده، لكن أبو بيرفض طلبه ده، ولو فعلا حابب ينقذ أخته يبقى يدخل هو في المسابقة. طبعا أبو بيحطه قدام الأمر الواقع لأنه متأكد إن معنو هو الوحيد اللي يقدر يتفوق على الطور وياخد منه المركز الأول، وطبعا معنو لسه رافض اللعبة دي ورافض يدخل فيها. تاني يوم بقى بيبدأ الموسم 148 من اللعبة واللي هيكون بمسافة 8 كيلومتر. بنشوف دالفا بتعدل قناع الأسد وبتلونه عشان تحوله لقناع قط وهتديه لأخوها، ومانو شكله كده ناوي يدخل السباق علشان ينقذ أخته. بنشوف أبو بيتابع الفريق وبيطمن عليهم، وبنشوف مانو مشاغب كالعادة، وأبو مش عاوزه يعمل أي حاجة تبوظ السباق لأنه مش عاوز مشاكل. بعدها بينتقل الفريق كله واللي مكون من 20 لاعب للسباق، كل لاعب بيروح للنقطة بتاعته قبل ما السباق يبدأ. ومن قواعد السباق إن في 5 هيتم إقصائهم من المسابقة، ودول اللي بياخدوا المستويات الأخيرة. أما ال5 اللي في المراكز الأولى فدول اللي بينافسوا على اللقب، واحد فيهم بس اللي بيتفوق على الباقيين وده هو اللي هيكسب المبلغ المالي المخصص للمسابقة. وبتبدأ التحضيرات النهائية للمسابقة وبيبدأ المراهنين يراهنوا على حيواناتهم المفضلة، وطبعا التور بياخد النصيب الأكبر لأنه فاز بالسباق ده 3 مرات قبل كده، ومن بعده باقي المتسابقين. أما الأسد والقط فدول ملهمش متابعين، وبالتالي المراهنة عليهم هتكون ضعيفة لأنهم لسه مبتدئين. بنشوف القط بيرفض يلبس القناع زي الحيوانات وبيغطي وشه بشال وبيشبه نفسه بالصياد، وطبعا اللي بيخسر في المسابقة دي بيفقد الدليل أو المساعد بتاعه، علشان كده القط بيرفض يلبس القناع زي الحيوانات وبيغطي وشه بشال وبيشبه نفسه بالصياد، وطبعا اللي بيخسر في المسابقة بيفقد الدليل أو المساعد بتاعه، عشان كده القط مصر إنه يفوز وينقذ أخته. في اللحظة دي بيبدأ السباق، المتسابقين بيجروا في ممر ضيق وفي اللي بيقع من التزاحم، والقط بيقع وبيقوم وبيعرف إن المسابقة مش سهلة زي ما هو كان متخيل، وكالعادة الطور في المقدمة ومعاه الماعز. أما الخنزير ففي المركز السادس بنشوفه متوتر جدا، وعلشان كده بيخبط القط وبيوقعه وبياخد منه المركز الخامس، وأبو عاوزهم يحصروهم ويضيقوا عليهم علشان ياخدوا منهم المراكز الأولى. بنشوف القط والأسد اتزنقوا ودخلوا في متاهة مش عارفين يخرجوا منها، والقط بقى في المركز الثامن بعد ما كان الخامس. طبعا أبو عاوزه يخسر ومبسوط إنه بيتعثر، وأخيرا القط بيخرج من المتاهة دي لكنه بيكتشف إنها متاهة تانية ومش لاقي المخرج. بيطلب من اللاعبة بتاعته اللي بتواجهه من المتاهة دي، واللاعبة بتقوله إنها ما تعرفش تخرجه لأنها أول مرة تلعب، وطبعا عاوزاه يخسر، وبتقوله إن الطريق الوحيد علشان يخرج من المتاهة هو إنه ينط من فوق البيت لمسافة 4 أمتار على البيت اللي جنبه. فعلا القط بينط وبيعدي علشان يثبت لها إنه أقوى لاعب في المجموعة، وحقيقي قط ب7 أرواح ومش بيهزر يعني. وما زال الطور في المقدمة والقط بيحاول إنه يدخل في المنافسة على الصدارة. الطور بيضرب الماعز وبيزيحه عن طريقه، وهنا الكل بقى بيتفاجئ بالقط اللي كان في المركز الثامن بيتقدم على الطور وبياخد المركز الأول. الطور بيتجنن وبيبقى مستعد إنه يعمل أي حاجة علشان يفوز بالمركز الأول. بنعرف إن هو اللي تسبب في شلل والد معنو، وبنشوف الطور بيقرب من القط وبيضربه وبيدفعه خارج السباق، وبيفشل القط في إنقاذ أخته بسبب الطور، واللاعبة بتاعته بتقوله إنه لازم يفوز وإلا هيخسر السباق ويخسر أخته كمان، وبتطلب منه إنه هو يخلع قميصه ويسد بيه النزيف ويكمل السباق. مفيش أمل ليه علشان يكسب السباق غير إنه يختصر الطريق ويمر من المحيط. فعلا بيدخل القط للمحيط، بيشيل القناع من على وشه علشان بتوع المحيط يسيبوه يعدي، لكن اللي حصل غير كده، بتوع المحيط بيقفوا قصاده ومش بيخلوه يعدي وبيهجموا عليه وبيضربوه، لحد ما بتيجي تاليا صاحبته وبتقف لهم وبتخليه يعدي. لكن للأسف الطور بيبقى لسه في المركز الأول، والماعز في المركز الثاني، والقط بيبقى في المركز ال13.
بتيجي الأرنبة وبتزيحه من طريقها وبتاخد المركز ال13. من بعدها حالته بتتدهور على الآخر وبيبقى في المركز الأخير وشكله كده هيخرج من السباق. بتنتهي الجولة الأولى من السباق والتقدم في المركز الأول للطور. طبعا مانو خايف إنه يخسر في الجولة التانية ويسيب أخته تموت. أما نادين ودي بتبقى اللاعبة بتاعت مانو بتروح له البيت وبتعرفه إنها أقنعت أبوه إنه ما يخرجوش من السباق ويسيبه مكمل، وطبعا هي بتعمل كل ده علشان مصلحته. دالفاك مش موافقة إن أخوها يكمل السباق وهو مصاب، وبتروح البيت وبتجيب آلة حادة وبتخرج كبسولة المراقبة من رقبتها وبتفضل تنزف لحد ما بيغمى عليها. ونادين بتبعت معالج بالأعشاب علشان يعالج مانو ويديله فيتامينات كمان، طبعا هي اللي بتدفع الحساب. جوز دالفا بيروح لها وبيلاقيها مغمى عليها وبياخدها على والدها. أبو بيروح لها وبيعرفه منها جالها شلل مؤقت وقدامها ساعة واحدة بس علشان يقدروا ينقذوها. أبو هيساعدها بس علشان خاطر أبوها لأنه متسابق قديم في فريق الحيوانات. بعدها بقى والد مانو بيقرر إنه يساعده في السباق ويعرفه إيه الحاجات اللي يقدر بيها إنه يفوز على الطور وياخد منه المركز الأول. مانو بيروح لأبو وبيبقى عاوز يطمن منه على أخته، لكن أبو بيأجل الكلام في الموضوع لحد ما يفوز في السباق. هنا بقى بتبدأ الجولة التانية من السباق. عدد المتسابقين بيبقى 15 بس، وفي 5 خرجوا في الدور الأول، 10 منهم بس اللي هيكملوا المسابقة و5 هيخرجوا. أما المسابقة فبتزيد ل9 كيلومتر. بينزل المتسابقين أو الحيوانات يعني من العربية علشان يبدأوا السباق، وبتبدأ المراهنات. طبعا الطور هو الأكثر حظا والأكثر رهانا عليه، وده لأنه حصد المركز الأول في الجولة الأولى. دلوقتي بينزل القط واللي بيبقى ب300 روح مش ب7 بس، لكن نصيحة مني مش المفروض إنه يقرب ناحية الطور علشان يقدر يكمل السباق. نادين كمان بتستعد علشان تكون عينين القط في المسابقة وتساعده على الفوز، وبتطلب منه يركز معاها ويسمع لتوجيهاتها. بتبدأ المسابقة وبياخدوا الأمر بالانطلاق. بتجري الحيوانات وبيبقى الطور في المقدمة كالعادة ومن بعده الخنزير. نادين بتدي أوامرها للقط علشان يعدي من طريق مختصر، وللأسف بيضيع القط من أولها وما بتكونش شايفاه بسبب الأشجار. أما الطور فبيزق النسر وبيوقعه من على المنحدر علشان يزيحوا من طريقه، والدب بيتقدم وبيبقى جنب الطور. بنشوف المتسابقين بيجروا وعاوزين يخرجوا من الغابة وأرضها المش مستوية علشان يخرجوا للمدينة بقى ويجروا على الأسفلت. أما القط فأخيرا اللعيبة بتاعته شافته وبتقول له ينط من فوق السور اللي قدامه. بنشوف الأرنبة والنمر جنب بعض والدب بيحاول يخرجهم من السباق، وفي الوقت ده القط بيسمع كلام نادين وبينط من فوق السور، وبكده بيسبقهم وبيوصل في طريق الدب. بيشتبك معاه. نادين بتقول له يكمل في طريقه ويبعد عن المشاحنات، لكن القط بيرفض يسمع كلامها وبيدخل من ناحية المينا القديمة وبيعدي وسط الحاويات. ومش هو بس ده، أغلب الحيوانات كمان بيعدوا بنفس الطريق وبيتقدم القط عليهم. ونادين بتقول له يطلع فوق الحاويات، وبيطلع القط وبيفضل ينط من حاوية لحاوية، والسباق بيشتد واللاعب اللي هيغفل حيوانه هيموت. علشان كده اللاعبين لازم يكونوا مركزين. نادين بتعرف القط أماكن الحيوانات التانية علشان يتفاداهم، وبيوقع الخنزير والدب وبيسيبهم مغمى عليهم. وبيشتبك النمر مع الأسد والنمر بيخلص عليه وبيقسم ظهره بضربة مؤلمة. الحيوانات لسه بيدوروا على المخرج علشان يسيبوا المينا، وأخيرا بيوصلوا للبحر الجاف وبيخرج المتسابقين من خلاله وبيقدروا يهربوا من المينا ومتاهتها. لكن اللي محدش يعرفه إن البحر الجاف كمان أصعب من المينا، والجري جواه صعب، التنفس كمان بيبقى أصعب، ولسه باقي 4 كيلومترات على خط النهاية. بيواصل المتسابقين الجري والطور بيبقى مركز في المركز الأول. أما الدب فبيحاول يوقع القط وما يخليهوش يوصل، والأسد مش بيبقى شايف حل قدامه للفوز غير إنه يعبر المحيط، وده طبعا خطر جدا ومش مسموح للحيوانات بالعبور من هناك. والدب لسه بيضايق القط وبينضم له الخنزير عاوز يخلص عليه، لكن القط بيخبطهم في بعض وبيقدر يهرب منهم، والأسد بيتمسك جوه المحيط وبيمسكوه محدش هيرحمه. بنرجع تاني للسباق. بنشوف القط بيتقدم في السباق، بيوصل للطور، بيدخل معاه في مشاحنات. القط مركز في السباق وشكله كده هياخد منه المركز الأول. فعلا بنشوف القط خلاص بيقرب من خط النهاية وبيبقى خلاص هيفوز بالمركز الأول. هنا الطور بيزقه وبيوقعه وبيعديه وبيفوز الطور بالمركز الأول. أما القط فبيحصد المركز الرابع وبيتأهل للسباق النهائي، وبيجري مانو على أبوه بعد السباق وبيطمن منه على أخته، وأبوه بيعرفه إنها عايشة وإنه مهتم بيها كويس. نادين بتقابل مانو وبتتخانق معاه علشان ما بيسمعش كلامها في اللعبة. مانو مش بيبقى عاجبه أسلوبها في الكلام، وخصوصا إنها كانت السبب في خسارته في المرة الأولى. أبو بيحتفل بالفوز. دالفا حالتها اتحسنت ومش عارفة هو إزاي أبو كان حيوان وبقى رئيس اللعبة. أبو بيعرفها إنه كان اسمه التعبان، عارف كويس إزاي يشق طريقه. دلوقتي بنروح على السباق الثالث واللي هيشترك فيه 10 حيوانات.
السباق ده بيبقى دموي غير كل السباقات اللي فاتت، بيروح الدب ضحيته والطور أخوه بيحزن عليه جدا. أما أبو فبيبقى مش همه أي حاجة غير المكسب، ومعنه بيطلب إنه يكلم أخته، وفعلا أبو بيخليه يسمع صوتها ويقفل فورا. نادين بتقابل معنو وبتهنيه على الفوز، وبتعرفه إنها في يوم من الأيام كانت زي دالفا، كانت ضامنة لأخوها، وبتوري له مكان الكبسولة اللي في رقبتها، وبتعرفه إنه في يوم أخوها هرب وسابها يأذوها لحد ما جه راجل غني واتجوزها، ولكنه بيأذيها أكتر منهم، علشان كده لعبت معاه علشان تفوز وتاخد الفلوس وتقدر تهرب بعيد. هنا معنو بيطلب منها تساعده ويقضوا على اللعبة دي وممارستها غير القانونية نهائي. وأول حاجة لازم يقطعوا راس الأفعى، ومحتاج حد يكون من اللاعبين وداخل وسط أصحاب اللعبة عشان يساعده، وبتوافق نادين. أما أبو فبيبقى عاوز يتجوز دالفا ويضمها للحريم بتوعه، لكنها بترفضه وبتعوره في بطنه، بتعرفه إنها لو بقت مراته هتنتهز الفرصة الجميلة دي عشان تخلص عليه. وأبو بيوعدها إنه مش هيسيبها ومش هيخرجها من المكان ده غير لو أخوها فاز في السباق. طبعا مش هيسمح له يفوز، وفي الوقت ده بيبدأ السباق الرابع والأخير اللي بيبقى مشارك فيه 5 حيوانات بس، وهم الطور والنمر والحصان والماعز وأخيرا القط. المركز الأول والتاني بس هم اللي هيفوزوا بالجائزة. مسابقة السباق هتكون 7 كيلومتر. المرة دي السباق هيبدأ من فوق أسطح المنازل وعلى مسافة حوالي 15 دور، وده طبعا يساعد القط لأنه بيحب المرتفعات. أبو بيطلق صافرة البداية وبيجري المتسابقين ال5، وبنشوف الطور في المقدمة، وبيفضل المتسابقين ينطوا من الأدوار العالية وعاوزين يلاقوا المخرج اللي هيوصلهم لشوارع المدينة. طبعا اللي هيوصل الأول هتكون ليه الصدارة. بينط القط من فوق العمارة ومن بيت لبيت، وباقي الحيوانات بينطوا من على مسافات بعيدة. وهنا بنشوف الطور وهو خلاص هيقع من بلكونة، لكن النمرة بتنقذه. وأخيرا المتسابقين بيوصلوا لشوارع المدينة، بنشوفهم بيعطلوهم وبيبعتوا لهم ناس بعجل عشان توترهم. وأبو بما إنه رئيس اللعبة بيطلب من راكبي الدراجات إنهم يعطلوا القط، لكنه بيقدر يتفاداهم وبيكمل جري. بس الدراجتين مش بيسيبوه وبيطردوه، وهو بيعمل لهم حركات شقلباظات بتبين مهارته وبتخلي الجماهير تسقف له، وابوه كمان بيبقى بيتفرج عليه وفخور بيه. بنشوفه بيساعد النمرة وبيقومها علشان تكمل السباق، مع ان ده بيقلل فرصته في الفوز. بعدها القط بيكرر نفس الحركة، بيدخل للمحيط عشان يختصر الطريق، وللأسف سكان المحيط بيقبضوا عليه وبيضربوه. وبتيجي النمرة وبترد له الجميل وبتقومه، وبتخرج معاه من المحيط قبل ال3 متسابقين الباقيين، وبيتقدم القط للمركز الأول. الطور بيشتبك معاه عاوز يعطله، لكن القط بيفتكر توجيهات والده وبيفتكر أخته ونادين والأذية اللي تعرضوا لها، وبيرمي الطور على الأرض، وبكل قوة وعزيمة القط بيتقدم وبيفوز في السباق وبالمركز الأول كمان. بيجري على أبو علشان ياخد أخته، لكن أبو بيطلعه على المنصة عشان يستلم الكاس، ومعاه نادين اللاعبة بتاعته. طبعا أبو مش بيبقى مبسوط بفوز معنو، وبعد الاحتفال نادين بتروح لمعنو البيت، بتديله حقه في الفلوس اللي كسبوها من السباق، وبيعرفها انه لسه عند رأيه وعاوز يقضي على اللعبة دي وينهي حياة مؤسسيها. وهنا بتيجي دالفا، وأبو هو اللي وصلها له زي ما اتفقوا. تدخل دالفا مع معنو وبيطمنوا والدهم انه بخير. اما ابوهم فبيبقى فخور بمعنو لانه جاب له حقه من الطور اللي كان السبب في شلله وفاز عليه. بكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنونا في افلام تانية جايه كتير. اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديده اول باول. سلام.